بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي المصريين في مصر وفي جميع أنحاء العالم، معكم الآن مواطن مصري عماد عبد النبي أيوب، أشهر مواطن في مصر حسب موقعي جوجل واليوتيوب. طبعا النهاردة يوم السبت، غرة شهر رمضان المعظم لعام 1438 هجري. اللي حصل امبارح كان يوم الجمعة. يوم الجمعة حادث إرهابي شنيع قذر وخسيس ارتكبه مجرمون إرهابيون برعاية الدول وعملاء سواء داخليين أو خارجيين ومخابرات دول وأموال تنفق في سبيل هدم مصر. اللي حصل امبارح في الطريق الغربي، طريق أسيوط الغربي، واحنا جايين من المنيا، بمعنى صح كان الناس جايين من بني سويف على الطريق الغربي للصعيد متوجهين إلى المنيا يوم جمعة، رايحين كده هوت بيعملوا مزارات وحاجات تخصهم، يطلع عليهم عربتين 3 دفع رباعي وينزلوهم من الباص، وكان في عربية نص نقل فيها عمال، ويسألوا كل واحد واحدة ديانتك ايه؟ مسيحي. راحوا قتلوهم. اللي حصل امبارح دوت أدمى وأفزع وأحزن المسلمين قبل المسيحيين، لأن هم كده هوت الإرهابيين والدول الراعية للإرهاب تريد إيقاع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. وللعلم أن التاريخ كله منذ بداية التاريخ لغاية الآن أي محاولة لإيقاع الفتنة لم تنجح في مصر، والحمد لله مصر آمنة آمنة آمنة. احنا كلنا حزنانين. ليه؟ لأن احنا كان يوم ليلة أول رمضان ويوم جمعة وعكنينه على المسلمين قبل ما يعكنينه على المسيحيين. أنا هنا واقف على الكورنيش والهواء جامد. فالنهارده 27 مايو 2017، واللي حصل امبارح يوم الجمعة 26 مايو ما يديش حاجة. ده وجع جديد في قلب مصر تزامن مع هلال رمضان. الإرهاب الغادر بيغتال 28 مصريا، أنا مش هقول مسيحي أو مسلم، 28 مصريا بينهم 9 أطفال في المنيا. هجوم المنيا هجوم إرهابي غادر خسيس. أتوبيس فيه أطفال جاي من بني مزار، أتوبيس بيقل مجموعة من الأقارب من قرية نازل حنة، وسيارة النقل تقل 16 عام من بني مزار. ماشيين على الطريق الصحراوي بالمنيا إلى الدير، نزلوا الضحايا من الأتوبيسات في سؤال عن الهوية الدينية، وقتلوهم ونهبوا ممتعتهم وأطلقوا الرصاص ثم غادروا المكان. عندنا 28 شهيد و24 مصاب، وفي 9 أطفال بين الشهداء، وفي 16 عامل في سيارة اللي هي النقل اللي كانت بتنقلهم. وعدد المهاجمين حوالي 8-9 زي ما احنا سمعنا، طلعوا عليهم ب3 عربيات دفع رباعي. بس الحمد لله ما فيش. الحادث وقع الصبح بين الساعة 8 و9 صباحا. الحمد لله القوات الجوية المصرية قامت برد الفعل على طول. المعسكرات بتاعوا الإرهاب في دارنا في ليبيا تك 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 موتوا إرهابيين كتير، وإن شاء الله الدور بقى على الدول الأخرى واحنا كلنا عارفينها
وبعدين احنا لا نتآمر على أحد، واللي يفهم بقى حاجة بقى يفهمها. أي معسكر في أي بلد سواء شقيق أو من غير شقيق، ما فيش بقى يا مرحميني، ما أنت بتقوي الإرهاب. وبعدين احنا بنشتغل في مصر في النور، ما عندناش خسة ولا ندالة ولا تشنيعات زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصر لا تتآمر على أحد. والدور جاي على اللي بالي بالك بقى، الدولة اللي بالي بالك بقى، والحمد لله ربنا ينجي مصر. طبعا أنا بعمل فيديو دوت وبرفعه على صفحتي وعلى اليوتيوب، وكل حزني وأسى للي بيجرى. بس إن شاء الله أنا بطلب بحاجة معينة قبل ما أقفل. إيه هي؟ تصحيح مادة في قانون الإجراءات الجنائية. أنا عايز الإعدام يا جماعة في ميدان عام علني ينقل على الهواء مباشرة، زي ما بيحصل في السعودية، وحصل قبل كده هو الأسبوع اللي فات حاجة زي كده في الكويت، أول مرة تحصل في الكويت، هي علني. إنما الإعدام في غرفة مطلقة مش عايزين الإعدام في غرفة مطلقة. من قتل لا يقتل ولو بعد حين، وبنطالب بالقصاص، وما معناه جاء في القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا أنا بقول ما معناه عشان حاشا لله أنطق حرف غلط أو تشكيلة غلط. وطبعا احنا بنعزي إخواتنا المسيحيين، وإن شاء الله غدا لناظرة لقريب، لأن الجرح بتاع امبارح جرح صعب جدا وتألمنا بيه كلنا في مصر. ما فيش بقى حاجة اسمها مسيحي ولا مسلم، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. تحياتي عماد عبد النبي أيوب، كبير معلمي تدريس مواد تجارية بدرجة وكيل الوزارة، إدارة السيدة زينب التعليمية، حاليا بالمعاش، معلم كبير، وأشهر مواطن على اليوتيوب والفيسبوك واليوتيوب وجوجل، أشهر مواطن في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.